السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناة يوميات ام شاذة. النهاردة جايلكم فيديو جديد، هنعمل مع بعض رز بلبن اقتصادي وسهل جدا وسريع وحاجة كده جميلة زي بتاع المحلات بالظبط. هتجربي الطريقة، مش هتشتريه من المحل تاني، بس امشي معايا على الخطوات بالظبط. قبل ما نبدأ الفيديو انزلي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة كده معايا 3 كوبايات من المية، ومعايا 1.5 كوباية رز. ما تقلقيش من كمية المية مش كتير، هو عشان الرز بس يتسلق معايا، وبعد كده الكمية الزيادة بتتبخر وانا هوريهولك. خليكي معايا الفيديو للاخر. خلاص كده احنا حطينا الرز بقى، هنغطي عليه ونسيبه يستلق مع نفسه. هنغطي بقى عليه. بصوا بقى يا حبايبي، انا كده هدي على الرز بقى وهسيبه يكمل سواه، بس مش هنسيب المية تنشف. انا هوريهولكوا برضو، خليكم معايا خطوة بخطوة. بصوا بقى يا حبايبي، ادي الرز اهوت، المية اللي كانت فيه نشفت خالص وكمية الرز تضاعفت معانا. هنبدأ بقى ننزل باللبن. بصوا اللبن هنا انا مش غالية، اللبن هنا كان في التلاجة ومطلعوه، حتى لو تلاحظوا فيه تلج انا ما بغلهوش، هو بيغلي مع الرز علشان كمية القشطة اللي فيه ما تفصلش. فهو انا حطاه، لو تلاحظوا ان فيه تلج. هنفضل بقى نقلب كده، وطالما حطينا اللبن ما ينفعش ان انتي تغطي عشان اللبن ما يفورش معاكي. مستمرة بقى في التقليب كده. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو سمحتوا. تقليب مستمر بقى زي ما انت شايفة كده حضرتك. هنا بدأت اجيب المضرب عشان اقلب بيه، وكمية النشا اللي في الرز تخلي اللبن يلف معاكي. بصي هو هنا بدأ يتقل اهوت، حتى لو تلاحظي هتلاقي اللبن على جدار الحلة. انا طبعا مخليه النار يعني متوسطة، ولا عالية ولا واطية اوي، متوسطة. هنبدأ بقى نضيف بقية المكونات بتاعتنا. معايا هنا 2 معلقة نشا، هنحط عليهم نص كوباية لبن، وهنعملهم بالمضرب كده، ونبدأ ننزل بيهم على رز بلبن. نقلب بقى، وبعد كده هنبدأ ننزل كوبايتين الا ربع سكر، يعني 1.5 كوباية. انا هنزل هنا، نزلت بكوباية الا ربع، وهنزل كمان بكوباية الا ربع. كل كيلو ليه 1.5 كوباية الا ربع سكر. وطبعا انا بنزل بالسكر في الاخر، مش بحطه في الاول عشان ما يكرملش مع اللبن. ومعايا 2 باكت فانيليا. المكون الاخير ده بقى هو ايه السر كله في المكون الاخير ده. هو المكون الاخير بقى اللي احنا هنضيفه دوت، السر كله هنا. هو اللي بيديكي كشكشة الرز اللي زي بتاع المحلات بالظبط. 2 3 قشطة، قشطة وش اللبن كده ما شاء الله، بتخلي ريحة الرز وطعمه رهيب. جربيها الطريقة ديت واعتمديها وان شاء الله تعجبك. بصوا ما شاء الله كده، خلاص الرز بتاعنا يعتبر خلص. وانا بضيف القشطة في الاخر علشان تفصلش معانا.
بصوا كده خلاص يا حبايبي، الرز بتاعنا يعتبر خلص، ولا فيه تكتلات ولا اي حاجة، وجميل بالصلاة على النبي زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى نغرفه ونقدمه معاكم. بصوا حاجة كده جميلة ما شاء الله، ولسه هيتقل تاني لما تغرفيه. بصوا بقى شكل الرز ما شاء الله جميل جدا. جربوا الطريقة، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.